تخيل إنك صحيت في يوم لقيت الأرض اللي بنعيش عليها وبنمشي في شوارعها وبناكل من خيرها بقت عبارة عن جبل كبير من الزبالة. مفيش شجر، مفيش بحر، مفيش حتى بني آدم واحد يقولك صباح الخير. الأرض بقت مهجورة تماماً من 700 سنة. بس وسط السكوت ده كله في صوت ترزيق معدن صغير لسه شغال ما بيفصلش. ده والي، الروبوت اللي نسيوه وهو بينظف كوكبنا. النهاردة في كرتونة فشار هنحكي قصة أعظم قصة حب وتضحية حصلت في تاريخ السينما، قصة والي وإيف. وولي هو روبوت صغير وظيفته يلم الزبالة ويكبسها في مكعبات ويرصها فوق بعضها لحد ما عمل ناطحات سحاب من المخلفات. بس وولي مش مجرد آلة، وولي عنده روح. صاحبه الوحيد هو صرصار صغير بيرافقه في كل مكان. وولي بيقضي يومه يجمع كنوز من وسط الزبالة، فرشة سنان، لمبة، بريزة قديمة، وحتى علبة خاتم ألماس. يرمي الماسة ويحتفظ بالعلبة لأنها بتعمل صوت تكة حلوة. وبالليل بيرجع بيته مقطورة قديمة يتفرج على شريط فيديو قديم لفيلم ميوزيكال اسمه هالو دولي. بيشوف البشر وهم ماسكين إيد بعض وبيحلم إن يجي يوم ويلمس إيد حد زيهم. في يوم عادي السماء بتنور بضوء أحمر رهيب، وبتنزل مركبة فضائية ضخمة وبتسيب روبوت غريب وشكله متطور جدا. الروبوت ده هو إيف. إيف سريعة قوية ومعاها سلاح ليزر فتاك، ومهمتها سرية ومحددة: البحث عن أي دليل للحياة النباتية على الأرض. وولي بيقع في حبها من أول نظرة، بيحاول يتقرب منها بخوف، وبيخفة دمه المعهودة بيعزمها على بيته. وهناك بيوريها كنوزه، وبيوريها أهم حاجة لقاها في حياته: نبتة خضراء صغيرة لقاها وسط الحطام وزرعها في فردة جزمة قديمة. أول ما إيف بتشوف النبتة بيحصل حاجة غريبة، بتسحب النبتة جوه جسمها وبتدخل في حالة سكون تامة، وما بيفضلش غير ضوء أخضر بينور ويطفي على صدرها. وولي ما بيفهمش إيه اللي حصل، بيحاول يصحيها، بيحميها من المطر والشمس، بياخدها في ديت وهي نايمة، لحد ما المركبة بترجع تاني وبتاخد إيف. وولي ما بيفكرش مرتين، بيتعلق بالمركبة من بره وبيسافر عبر المجرة في رحلة بصرية تخطف الأنفاس لحد ما بيوصل للسفينة الأم أكسيوم. هنا بنكتشف الصدمة. البشر بقوا عبامة عن كائنات ضخمة جدا من كتر الأكل والراحة، ما بيتحركوش من كراسيهم الطائرة وعايشين في عالم افتراضي تماما. السفينة بيديرها الكمبيوتر والروبوت أوتو. لما القائد بيعرف إن إيف لقت نبتة بيفرح جدا، لأن ده معناه إن الأرض بقت صالحة للحياة وممكن يرجعوا. لكن أوتو عنده أوامر قديمة سرية بتقول ممنوع العودة للأرض أبداً، ومن هنا بتبدأ الحرب. أوتو بيسرق النبتة وبيحاول يتخلص من وولي وإيف. منشوف مطاردات في ممرات السفينة، ومنشوف وولي وهو بيضحي بنفسه وبيتحمل ضربات قاتلة عشان يحمي النبتة ويساعد إيف. المشهد اللي يقطع القلب لما وولي بيتسحق تحت جهاز الهولو ديتكتور وهو بيحاول يفتحه عشان يحط النبتة فيه. تضحية وولي هي اللي خلت البشر يصحوا من غيبوبتهم، والقائد قرر أخيراً يواجه أوتو ويتمرد عليه. السفينة بتوصل للأرض أخيراً. إيف بتجري بسرعة عشان تصلح وولي بقطع غيار من بيته. وولي بيصحي، لكن الصدمة إن ذاكرته اتمسحت، بقى مجرد روبوت آلة بيلم زبالة وما يعرفش مين هي إيف. إيف بتحزن جدا وبتمسك إيده بحنان، وفي اللحظة دي بيحصل الالتماس الكهربي اللي بيفكروا بكل حاجة. وولي بيرجع والبشر بيبدأوا يزرعوا الأرض بمساعدة الروبوتات. فيلم وولي علمنا إن الحب هو اللي بيخلينا بشر، مش مجرد كائنات بتاكل وتشرب. وعلمنا إننا لازم نحافظ على كوكبنا قبل ما يفوت الأوان. لو وصلت لحد هنا فأنت أكيد واحد من عشاق الحكايات اللي بتلمس القلب. قل لي في الكومنتات، لو كنت مكان وولي كنت هتستنى 700 سنة عشان تلاقي الحب؟ ما تنساش تعمل لايك متين عشان تدعم وولي الغلبان، واشترك في قناة كرتونة فشار وفعل الجرس عشان يوصلك فيلمك في ساندويتش كل أسبوع.
سلام.